على فكره من كل 4 اوردرات بتجيلك في اوردر من الشركه دي، لانها مسؤوله عن اكتر من 25% من السوق المصري. بس ايه سر نجاح الشركه دي بقى؟ شاب اسمه فادي غندور، وهو عنده 23 سنه قرر يغير معادله الشحن والتوصيل في الوطن العربي. سنه 82 فادي غندور لاحظ مشكله كبيره، وهي ان الشركات العالميه اللي زي فيديكس ودي اتش ال اسعارها خياليه، والشركات المحليه كانت بطيئه جدا ومعقده. فتحدى نفسه وعمل حاجه مجنونه، وقرر يدخل السوق بشركه صغيره اسمها ارامكس. كان التحدي كبير ومفيش دعم ومفيش امكانيات، لكن فادي قرر يستخدم اسلوب السرعه والمرونه والسعر الارخص، وده كان السبب اللي خلى ارامكس تكبر بشكل مجنون وتتحول من شركه صغيره في الاردن لاسرع شركه شحن في الشرق الاوسط. وفي سنة 97 فادي أخذ القرار الجريء اللي محدش يتوقعه، دخل أرامكس البورصة الأمريكية، ودي أول شركة عربية تدخل البورصة الأمريكية. والنهاردة أرامكس موجودة في أكتر من 65 دولة، وزي ما قلت لك مستحوذة على 25% من سوق الشحن في مصر، وإيراداتها السنوية وصلت مليارات الدولارات. لكن المفاجأة إن فادي غندور قرر يسيب كل ده، وفي سنة 2016 ركز على دعم رواد الأعمال العرب، وأسس صندوق وامدا كابيتال اللي ساعد مئات الستارت ابس العربية تاخد فرصتها الحقيقية. القصة دي بتثبت إن مهما كانت فرصتك بسيطة ممكن تغير العالم كله، بس لو آمنت بيها. حابب أسمع رأيك، إيه أكتر حاجة عجبتك في قصة فادي غندور؟